كل اللي عليك انك تعمله انك تحرك الماوس على الكلمة اللي عايز تترجمها. يعني انا بمجرد ما هضع الماوس على الكلمة دي ترجمت معايا، بعد كده الكلمة اللي وراها وهكذا بقى. فيلا نشوف مع بعض هنترجم بالسهولة دي ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أنا كنت شرحت البرنامج ده في فيديو قديم على القناة، يعني من حوالي 5 سنين، كان من أوائل الفيديوهات اللي على القناة، والفيديو ده يعني الحمد لله يقترب من 100,000 مشاهدة. طيب أنا إيه الفكرة إن أنا أشرح نفس البرنامج تاني؟ الفكرة إنه الشرح اللي في الفيديو القديم يعني كان فيه بعض النواقص اللي فيه بعض الناس ممكن ما تعرفش تتعامل معاها، وغير كده إنه الفيديو القديم كان على النسخة ويندوز 7، أما في الفيديو ده هنتكلم على ويندوز 10. وفي ناس كتير في الكومنتات كتبت انه يعني البرنامج مش شغال معاها على ويندوز 10. وغير كده في الفيديو القديم كان البرنامج بيشتغل على برنامج معين لفتح ملفات البي دي اف، اما هنا الحمد لله يعني تقريبا هم عدلوا فيه بيشتغل على كل حاجه. اول حاجه محتاج تعملها انك تدخل على الرابط اللي هسيبهولك في الوصف اسفل الفيديو، وهو رابط للموقع اللي هتحمل منه البرنامج. اول حاجه هتيجي هنا تختار ويندوز، لان احنا هنا بنتكلم على الكمبيوتر، في اندرويد لو موبايل. فهنا هنختار ويندوز، هتختار هنا داونلود. طبعا انا حملت البرنامج قبل كده فعشان كده هو جاب لي الرسالة دي، فانا مثلا اختار اي حاجة واختار حسنا، هيجيب لي هنا تحميل البرنامج. فانا عشان حملته مش هحمله تاني. هتلاقي البرنامج ظهر معاك في الداونلود بالشكل ده، هتضغط عليه كليك يمين لانك لازم تفتحه بران از ادمنستريتور. بعد كده هتختار اي اجري، بعد كده نيكست ونيكست، بعد كده انستول، بعد كده فينيش. هتلاقي البرنامج اتسطب معاك، وهنا بيقول لك انه في اكستنشن ممكن تضيفها لجوجل كروم، بس انت هو ممكن يشتغل من غير الاكستنشن دي، بس انت هتضيفها افضل ليك يعني، بحيث انه يشتغل على مواقع النت بنفس الكيفيه اللي هيشتغل بيها على ملفات البي دي اف والباوربوينت والوورد. طيب انا دلوقتي اديني سطبت البرنامج، هتلاقي الايقونه ظهرت معاك هنا تحت بتاعته. انا هفتح هنا ملف البي دي اف ده اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول. هتيجي هنا بمجرد ما تضع الماوس على الكلمة هتلاقيها ترجمت مباشرة معك. طيب دلوقتي احنا هنتكلم على مميزات البرنامج وازاي نغير في الاعدادات بتاعته. انا دلوقتي هاجي هنا وهضغط كليك يمين على البرنامج، هلاقي هنا في عدة اختيارات ظهرت معايا. هتختار هنا configuration. هنا في الجنرال هتلاقي انه البرنامج يعني بيشتغل مباشرة بمجرد ما تشغل الكمبيوتر، موافق ولا لا. وهنا برضو محتاج انك يعني يجيلك اشعارات بالتحديثات بتاعت البرنامج ولا لا. وفي الابيرنس هنا بيقول لك انك ممكن تغير حجم الخط والنوع بتاعه يعني، وبرضو هنا بيقول لك انك ممكن تستخدم الكنترول والعجلة بتاعت الماوس عشان تغير الحجم ده. طيب يعني انا دلوقتي لو جيت جربت هقول له هنا اوكي، هاجي هنا مثلا على اي كلمة. هنا ممكن تفتح البرنامج بانك تضغط على الت وتضغط على الكلمة. يعني انا لو ضغطت على زر الالت وضغطت على الكلمة بكليك شمال هتلاقي الكلمة ظهرت معاك هنا، وممكن تلاقي النطق بتاعها هنا. هنا بيقول لك انك ممكن تضغط على كنترول والعجلة بتاعة الماوس تحركها، هتلاقي الكلام كبر وصغر معاك الحجم بتاعه. طيب نرجع للاعدادات تاني. هنا ممكن يعني ما اروحش هنا واضغط كليك يمين وكده، ممكن هنا هضغط هنا واضغط configuration، هلاقي الاعدادات ظهرت معايا تاني. هروح بعد كده للسيرش. في السيرش هتلاقي انه هنا بيقول لك ممكن تغير زرار الالت. يعني احنا ضغطنا على الت وكليك شمال على الكلمة عشان تظهر معانا النافذة دي اللي هي بتاعة البرنامج. هو بيقول لك هنا الكلام ده، فانت ممكن تغير الالت لو مش عايزه يعني، تغيره لزرار تاني. هنا هسيبك بقى تقرا الاعدادات دي براحتك عشان ايه ما ناخرش في الفيديو. هنا بقى في حتة مهمة اللي هي المايكرو ويندوز. هتيجي هنا دي عدد الثواني او الجزء من الثانية اللي هيظهر فيه الترجمة بتاعت الكلمة. يعني انا بمجرد ما اقف على الكلمة كده هل هتظهر في قد ايه بالظبط. هنا اقل حاجة عندي اللي هي يعني يعتبر تلت ثانية، وهنا نص ثانية، وهنا ثانية، بعد كده لحد 5 ثواني انه الكلمة تظهر معاك ترجمتها. هنا بيقول لك عايز انت يعني هنا برضو اللي هي بمجرد ما تضع المؤشر على الكلمة. لكن لو اخترت الاختيار التاني ده اللي هو لازم انت تضغط بالكليك شمال على الكلمة عشان يبدأ يترجمها لك، فاحنا عايزينه بمجرد ما امشي بالماوس كده على الكلمة يترجمها معايا.
فانت بتستفاد بالاختيار التاني ده برضو لو انت مش عايز يعني انه كل شوية انت وماشي بالماوس يفضل يترجم لك في الكلام. فانت بتخليه الاختيار التاني على اساس انك تضغط على الكلمة اللي لا ما يترجم لك الكلمة دي بس. ودي كانت اهم الاعدادات، يعني ممكن تقلب فيها براحتك برضو وتشوف اعدادات تانية ممكن انت تستفاد بيها. بعد كده هجرب انا النافذة اللي احنا اتكلمنا عليها، اللي هي هضغط على Alt، بعد كده هضغط على الكلمة. النافذة دي هنتكلم فيها على شوية حاجات كده. هنا بيجيب لك السهم ده، لو ضغطت عليه بيجيب لك الكلمات اللي انت ترجمتها قبل كده باستخدام البرنامج، الهيستوري يعني بتاعه. هنا في الزرار ده بيجيب لك لوحة مفاتيح تكتب بيها. هنا بقى اللي هو الكلام المهم، هنا بيجيب لك الكلمة اللي انت ترجمتها، تقدر تضغط على الميكروفون ده وينطقها لك يعني باللغة الإنجليزية عشان تعرف النطق بتاعها ازاي. وبيجيب لك هنا ترجمة الكلمة في بعدة معاني، وبيجيب لك هي هل تنفع حاجة غير الاسم ولا لا. هي هنا جيبها لك برضو كصفة، تنفع كصفة وتنفع كاسم، وممكن لو تنفع فعل يجيبها لك برضو انها تنفع فعل. وهنا بيجيب لك نبذة عن الكلمة في ويكيبيديا، يعني لو ضغطت على الثلاث نقاط دول هيروح بيه على ويكيبيديا. بعد كده بيجيب لك الكلمة دي مع كلمات تانية بحيث انه يديك معاني مختلفة. طيب انت الاداة دي تقدر تخرج منها ازاي؟ تقدر تضغط هنا على الثلاث شرط دول وتضغط disable، توقفها لفترة معينة لحد ما تيجي تاني وتعملها enable. وتقدر تضغط هنا على exit وتوقف البرنامج وتشيل تسطيبه اصلا يعني من على الكمبيوتر. يعني انا ممكن هنا برضو انك تضغط كليك يمين و disable او exit. هل البرنامج ليه لايسنس ولا لا؟ انا اكيد ليه لايسنس، انتر لايسنس هنا. بس هل هو انا مش عارف بصراحة، يعني هو دلوقتي اتسطب معايا مباشرة واشتغل معايا زي الفل تقريبا، يعني هيشتغل لفترة معينة بعد كده هيوقف ويطلب مني اللايسنس. فانت ممكن تبدأ بقى مش عارف هنا تدور على لايسنس او ممكن تشتريه. هو تقريبا يعني السعر بتاعه، يعني لو ضغطت هنا لايسنس وجيت لايسنس كود هلاقيه جاب لي السعر بتاعه هنا يعني حوالي $35. يعني المدى الحياة تقريبا هيفضل متفاعل معاه. والتفعيل ده اللي هو يعني تقدر تنقله من كمبيوتر لكمبيوتر، يعني مش عشان انت غيرت كمبيوتر ولا حاجة، لا انت كده البرنامج هيضيع التفعيل بتاعه عليك، لا انت ايه في اي كمبيوتر تقدر تشتغل بيه. فانت ممكن تنزله وتشوف بقى امتى هينتهي اللايسنس بتاعه، وممكن يعني اللي هو ينتهي اللايسنس تشيل تسطيبه وتسطيبه من الاول. فمش عارف الحالة دي برضو هيشتغل معاك ولا لا، بس ممكن يشتغل ان شاء الله. البرنامج برضو بيشتغل معاك على النت، يعني انا لو فتحت هنا جوجل، فتحت اي موقع وجيت بالماوس على الكلمة هلاقيها ترجمت معايا. وهنا برضو مثلا لو جربت لينكد ان برضو ترجمت معايا. فالبرنامج جميل جدا ومفيد وهيوفر عليك وقت كبير. انا كنت بستخدم البرنامج ده كتير ايام الكلية، لان انا كنت بذاكر من المراجع كPDF كتير، فالبرنامج ده فادني جدا. بس العيب اللي انا شايفه في البرنامج ده اللي هو انت مثلا لو انت ماشي بتقرا هنا في الكلام فجت معاك كلمة مش عارف معناها، بتوقف عليها بالماوس وترجمها لك البرنامج وهتعديها وهكذا، عرفت ترجمتها، عرفت المعنى الكلام ومشيت وخلاص. الكلمة طبعا كده هنا ما ثبتتش في دماغك، يعني مع فترة معايا مش فترة، انت خلاص انت بمجرد ما عديتها نسيتها اصلا لانك ترجمتها وخدت الغرض منها. لكن انك تاخد الكلمة وتروح تترجمها وكده فده بيثبت الكلمة في دماغك اكتر. فانا شايف انه ده عيب في البرنامج بصراحة، يعني ممكن تتفق معايا وتختلف، بس انا شايفه انه عيب وعيب مش بسيط، يعني لان انت بتستفاد جدا في انك يعني تثبت الكلمات الانجليزية دي في دماغك، في انك تطور نفسك في اللغة الانجليزية. لكن البرنامج ده هيسهل عليك الدنيا وانت هتحس بالدنيا سهلة، ولا هتحفظ كلمات ولا هتحفظ حاجة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وانا حبيت انبهكم يعني على حتة اللايسنس وحتة العيب اللي انا شايفه في البرنامج ده، عشان يبقى قلت كل حاجة عندي وبصدق يعني وبأمانة، مش مجرد ان انا اعمل فيديو وارفعه على اليوتيوب ويجيب مشاهدات وكده. لو كنت استفدت بأي معلومة في الفيديو ده ما تنساش اللايك والسبسكرايب في القناة، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.